شلونكم يا ربع؟ رجعنا القناة متواضعة، وش الأخبار؟ شو مسوين؟ إن شاء الله الكل بخير. تخيلوا وياي أنتوا كنتوا قاعدين تتمشون بمكان وشفتوا شخص مشهور أنتوا تعرفوه. من الطبيعي إنه لما تمشي أو تشوف شخص أنت تحبه أو تحس إنه مشهور وأنت تتابعه، يعني شنو الشغلات الطبيعية اللي ممكن تسويها؟ ممكن أنت شوي تتوتر لأنه أوف هذا الشخص أنا أشوفه وأحبه، وأنت ممكن تروح تتصور وياه، ممكن تروح تسلم عليه وش اسمه تقول له أحب محتواك. حلو، أحس هاي الشغلات الطبيعية اللي ممكن تسويها. ممكن تقول له تعال وقع لي على التوقيع، ما أتوقع ممكن هاي إلا إذا شفت شخص كلش مشهور. أنا بحياتي المهنية أو بحياتي اللي عايش بيها على كوكب الأرض شفت 2 مشاهير بس، يعني هم مو يعني تقريبا يعتبرون مشاهير. شفت واحد اسمه مستر مواتر، هذا بني آدم يصور سيارات، يمكن مو الكل يعرفه بس المهم يعني عنده يمكن فد مليون مشترك، والبني آدم جدا لطيف على الواقع، جدا لطيف يعني. أو شفت البني آدم وبعدين قعدت أفكر إن أوف هل هذا هو ولا لا، بس بعدين شنو قلت خلنا أروح أسلم عليه. رحت عنده سلمت عليه، قلت له ما شلونك حبيبي، شو الأخبار وما أعرف شنو، أنا أسوي يوتيوب و رويته يعني القناة على السريع. قلت له أنت قلت شيء غبي، يمكن أنت ألهمتني أو فشي إنه أنت خلتني إني أصور وهاي، مع إنه هو ما لا يعني لا إنه ألهمني ولا إنه حفزني إنه أبدأ قناة أبدا، بس قلتها يعني إنه كصلة بيننا يعني بس. وبعدين ما قلت له اتصور وياك لأنه ما حسيت الموضوع غريب، وأنا شفته أصلا بالجيم يعني، فقلت ما رد أبين إني يعني. وبعدين أتذكر من زمان كنت جدا صغير، يعني أتوقع كانت يمكن كنت صف 7 أو 9 أو 8، المهم يعني بهذه الأعمار. كان عمري يمكن 13 14 سنة. كنت بدبي مول وشفت دايلر. تخيل ويا شفت دايلر، والبني آدم سبحان الله شكله صغير زعطوط. هاي قبل ما يمر بكل مراحل التنقلية والتغير مالته وما أعرف شنو، قبل ما ينسجن أتوقع هو ولا ما أعرف شنو. المهم إن هذول الشخصين اللي أحس شوية مشاهير شفتهم بحياتي المهنية. حتى دايلر شفته مشى ويعني ما أعرف. وبعدين هذاك الوقت كنا نشوف الكل كرنج يعني، فأكيد ما حراح أوقف أقول له خلاص أتصور وياك، وأقعد أغني له صمولي. الأغنية كانت ترى تجذب الانتباه بعيد عن التنمر اللي نريد نتنمر على هذا الشخص. هذا يدينا إلى موضوع شنو. أنا شفت لك فيديو يعني ما أعرف شلون الناس هاي تتواصل ويا هذا الشخص. Actually, about the barking. Why did he bark? Where's that come from? No, that came from me when I was a young child. Yeah. So you just bark like a Yeah, dog? because I grew up in Ohio. Ah, fuck! Oh, shit! Oh, you fucking bit me! لا لا، شنو هاي؟ ليش هو يعني هذا اتوقع صلة القرابة بيننا وبين متابعينه يعني. بس انا اول مرة اشوف انه هو قاعد يعوع حتى على الكلاب، يعني انا عبالي هاي يسويها بس ويا متابعينه يعني، بس طلعت ويا الكل حتى الكلاب يعني. ما اعرف، او هو قاعد بنص مقابلة يصير يعوع. انا شايف موضوع جدا غريب يعني، مو يعني شنو وليش. إذا هو ما حنجرته ما تتعب يعوي بشغف والله. لا ومشكلة انتوا شوفوا يعني هذا بس يعني، انت تخيل طالع ويا اهلك واخوك الصغير مثلا شاف سبيد وبعدين يروح يمه يحط هيك راسه ويقعد يعوي. انا ما حاوي، لا ما اقدر، لا ما اقدر اعوي. شوف حرام، شوف يعني حرام ردة فعل البنت اللي ورا انه لا 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 لا, لا. انا هذا الولد ما اعرفه، هو كان اخويا بس بعد ما شفته قاعد يتصرف بهذا التصرف شوف وين وقفتها. يلا ويا الولد يعني. نعطيكم بس يعني اكيد الكل يعرف سبيد، يعني سبيد يلف العالم ويقعد يسوي الستريمات مالته وبث مباشر. يعني هو بني ادم عشوائي جدا، بني ادم عشوائي جدا، بس سبحان الله شلون الله رازقه متابعين ما شاء الله. عنده شعبيه جدا، شعبيه شنو انه مهم مشهور الولد، بس طقوسه ويا يعني مالته المتابعين جدا غريبه.
يعني هيك على السريع، انه تصورت وياه، صارت تعوي عليه هو يعوي عليها ولا بس. شو رايك؟ استسلم من البشرية، استسلم. Guys, take a picture. Take a picture. Take a picture, please, please. Oh my God, I love you, bro. My son telling you that. Bro, yes, bro. Hey, I love you, bro. I'm a big fan, bro. Ronaldo, look. I got you right here. Hey, wait, Suey. Ronaldo, Suey. Ronaldo, Suey. I love you, bro. Hey, take a picture. Take a picture. Take a picture. Hey, take a picture. Oh my God, bro. We did it. Okay, I'm sorry. Oh my God. I love you so much. شوفي شكله فد ردة فعل تصير وياه لا تلقائية، لا تلقائية، كأنه بس يتحمس، أو هي ما لها تفسير غير إنه بس يتحمس الولد على طول يصير يعوي. شوف هذا بس يوديني على نقطة جدا مهمة، إنه يعني مو لهالدرجة تقدس المشاهير. يعني شوف نفس الشيء، شوف بصراحة أكو ناس ممكن تستاهل لو هم أثروا عليك بطريقة جدا إيجابية وغيروا حياتك. مثلا إذا أنت كنت بنقطة معينة جدا حزين، ويا أنه حفزوك تشتغل، يا أنه طلعوك من الكآبة. أما سبيد ما أعرف يعني إنه شنو يعني غيروا بيه الولد. جدا أنا مستغرب إنه شلون يتعامل ويا الزباين، ما شنو الزباين، المتابعين مالته. هل أنا إذا صرت أسوي ستريمات حصلها عوي؟ ما أعرف. هو من كثر ما أحس إنه هو عشوائي، كان لما يقعد بالبيت ويسوي الستريمات مالته لازم يلهي المتابعين مالته بالستريم، لازم يصير يسوي شغلات غبية جدا. فعلى مود هيك كان ينط ويقمز على السيت اب مالته، أو فجأة هيك تلاقيه قاعد ينط على السيت اب مالته وينهي الستريم، فجأة يصير يعوي. وأطلع شغلات أتوقع طلعت من الستريمات مالته من لما كان وحده ويصور بالبيت. بس تفسير ثاني ما أعرف، أنا أريد أعرف منكم والله، اكتب ليش الولد قاعد يعوي. عن نفسي أحس إنه مو لهالدرجة لازم نقدس الناس بصراحة. يعني من ناحية إنه حتى لو شفت مشهور أنت تحبه شوية تمالك أعصابك، ممكن تتوتر فعلا. أنا لازم أكون صريح، لما شفت دايلر توترت، لأن أول مرة أشوف شخص مشهور كان حلو. لا شفت مرة أتوقع هذيك من شباب البيوتي، أتوقع بس ما أعرف، مو أكيد. وهذيك أكيد يعني ما حتصور وياها يعني، لأنه فشلة والله، مو مال. لا ولكن مياو سبحان الله، أجدادك كانوا يحاربون ويركبون الخيول والسيوف، أو ما شنو يعافرون ويقدمون للبشرية، على مود أجيال اللي قدام تنجح وتستمر بالبشرية. أما إذا هيك صارت أجدادك الذرية جدا ما أعرف. أنا صراحة هذا كلام ما أعرف استخدم. شنو ذرية؟ ما أنا أحس إنه هالبني آدم مشهور لدرجة عنده 50 مليون على تيك توك، ما أعرف شلون يعني. هذا شنو ما سوى الناس هتحبه، إذا صار يعوي الناس هتعوي وياه، حيعوون بشغف همينة. بس والله الله يزيده يا رب، واحنا ان شاء الله يرزقنا. ما اعرف هل لازم صراحه عوي يعني بالفيديوهات على مود واحد ينشهر بس، يعني واحد ينشهر بس مو على حساب تهين نفسك لهالدرجه. ممكن واحد يسوي شغلات بايخه مو مشكله، بس لا اجدادي انا اذا شافوني هيجي قاعد اسوي على اليوتيوب ما اتوقع حيشتركون ويسوون لايك واشتراك وحركه الاكسبلور. كتبوا لنا تعليقاتكم جوا عادي، ما عندي مشكله. حاب اعرف اذا انتم ممكن يعني اذا انتم شفتوا الفيديو مالته هل همينة تقعدون تعاون وياها؟ كمية الفانز اللي عنده والمتابعين يعني ما شاء الله عليه. إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة بيوم ما. بس والله يا ربع، منها إلى الأعلى وإلى اللقاء.